ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ قصة النهارده تعالوا نكسب حسنات كتير ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصتنا النهارده قصة جودي والفراشة. كان يا مكان كان في بنوتة اسمها جودي. كانت طفلة جميلة جدا وشاطرة وبتحب تتعلم وتعرف حاجات جديدة، فباباها كان دايما بيحب يكافئها على شطارتها دي، وإنها بتسمع الكلام وبيجيب لها الحاجة اللي بتطلبها وبتحبها. ففي يوم طلبت جودي من باباها إن نفسها تروح الحديقة، فوافق باباها وقال لها حاضر يا جودي، يوم الأجازة هبقى أوديك إن شاء الله. وجي يوم الأجازة وخرجت جودي مع باباها وراحوا الحديقة اللي كانت مليانة بالزهور والورود الجميلة. جودي كانت فرحانة قوي وسط الزهور لأنها أول مرة تشوف زهور كتير كده، وفجأة شافت حاجة في غاية الجمال، طايرة وليها أجنحة جميلة قوي وملونة، فسرحت في جمالها بس ما كانتش تعرف ايه دي. جه بابا جودي قال لها انت عارفة ايه دي؟ قالت له لا مش عارفة هي ايه. هي اسمها ايه يا بابا؟ قال لها دي اسمها الفراشة، وهي من أجمل الحشرات على الإطلاق، حباها الله بطبيعة رقيقة وساحرة وألوان زاهية. الفراشات من الكائنات والمخلوقات جميلة الشكل، بتخلي كل اللي يشوفها يشعر براحة العين والاسترخاء. فرحت قوي جودي لأنها عرفت اسمها ايه، بس كان في سؤال ذكي قوي من جودي سألته لبابا. قالت له طب هي الفراشات دي بتعمل ايه؟ بابا جودي قال لها إنها قبل ما تكبر وتبقى فراشة بتبقى يرقة وبتتسمى دوت القز، تنتج الحرير الطبيعي اللي بنعمل منه الملابس، اللي يعتبر مكلف جدا مقارنة مع الحرير الصناعي. كمان الحرير الطبيعي ما بيسببش الحساسية، ودي من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ولما نشوف حاجة جميلة كده يا جودي نقول سبحان الله. جودي قالت سبحان الله، ربنا خلقها جميلة قوي يا بابا. جودي شافت ولد صغير بيحاول يمسك الفراشة عشان ياخدها، قالت لبابا بص يا بابا الولد الصغير بيحاول يمسكها ويأذيها. بابا جودي قال لها ده ما ينفعش لأن أجنحتها رقيقة جدا، مجرد مسكها ممكن جناحتها تتكسر أو تموت. فراحت جودي هي وباباها يفهموا الولد وقالوا له إن كده غلط ولازم نسيبها في حالها، حرام نضايقها أو نأذيها. وفهم الولد وقال أنا ما كنتش أعرف ومش هعمل كده تاني. وفرحت جودي قوي إنها عرفت حاجة جديدة وهي الفراشة، وشافتها وشافت منها ألوان كتير جميلة. وهي مروحة بابا جاب لها صور كتير للفراشات ملونة تحطها في أوضتها. طبعا يا أصحابي النهاردة اتعرفنا على الفراشة الجميلة، يا رب تكونوا عرفتوا ايه هي الفراشة. باي باي يا أصحابي.